اهلا بيكم شباب، فيديو جديد. النهارده انا جايب لك تول مهمه جدا. التول دي حرفيا هتخليك تعيد استخدام الكود بتاعك بكل بساطه وبدون اي مشاكل. بس طبعا قبل ما نبتدي نتكلم عن التول دي ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل وتفعل زر الجرس وتسيب لي رايك في الكومنتس. وطبعا لو عندك اي توتوريال انت محتاجها برضه قول لي عليها في الكومنتس. التول اللي هنتكلم عنها النهارده يا شباب هي عباره عن اكستنشن، والاكستنشن اسمه بيسز. زي ما انت شايف ممكن تعمل عليه سيرش هتلاقي الاكستنشن اللي قدامك دي ظهرت. طبعا بمجرد ما تبتدي وتفتح الاكستنشن ابتدي واعمل لها عمليه انستول. ممكن تاخد معاك وقت شويه بس مش مشكله. المهم ان انت لما تخلص وتعمل لها انستول الموضوع كده لسه ما انتهاش، لان الفي اس كود اكستنشن اللي قدامك دي محتاجه ان انت تنزل الاوبريتنج سيستم بتاعها. هو كده كده بمجرد ما يخلص عمليه الانستول هيقول لك من تحت ان انت محتاج تجيب الاوبريتنج سيستم بتاعها، او انت ممكن تعمل سيرش من خلال كروم على الاوبريتنج سيستم بتاعها زي ما انا هعمل دلوقتي. فتعالى بعدين نروح بقى على كروم، وكل اللي هنعمله ان احنا هنا نكتب اسم الاكستنشن، بعد كده او اس، وبعد كده كلمه داونلود، وهندخل على اول خانه، وبعد كده نختار السيستم بتاعنا عادي جدا. وبعد كده كل اللي هنعمله ان احنا نعمل داونلود بس مش اكتر. هينزل معاك طبعا ملف، هتعمل سيت اب للملف ده ويبقى انت كده خلاص عملت سيت اب للانفايرمنت بتاعت بتاعت البيسز دي اللي هنستخدمها فعلا، عشان هي اللي هتخزن الاكواد اللي هنعيد استخدامها. انت دلوقتي بقيت جاهز عشان تستخدم الاكستنشن دي، تمام؟ يعني انت دلوقتي خلاص جاهز. طب نستخدمها ازاي؟ تعالى دلوقتي نشوف مثلا لو حابين نستخدمها ازاي. كل اللي انت محتاج تعمله ان انت مثلا تفتح مشروع. فلنفترض دلوقتي انا شغال على مشروع، اي مشروع مثلا. تعالى نشوف المشروع ده كده. وفلنفترض الكيوبيت ده اهو، الكيوبيت اللي قدامنا ده انا مثلا هحتاجه في مكان تاني، فلنفترض يعني. فكل اللي هعمله ان انا هعمل سيلكت للكيوبيت ده اهو بالمنظر ده، واعمل كده كليك يمين، وبعد كده اختار سيف تو بيسز. بص اهي سيف تو بيسز، اضغط عليها انتر كده. هو قال لي ان هو عمل سيف ليها. فكل اللي هتعمله ان انت هتروح على الشمال كده في التابس اللي من هنا، ممكن تلاقيها ظاهره معاك على طول لو انت ما عندكش تابس زي اللي عندي دي، لكن لو مش ظاهره تضغط على الثلاثه دوت دول وهتلاقي ان انت عندك هنا البيسز اكسبلورر. ادخل عليها كده هتلاقي هو هنا كاتب لك البيسز اللي انت خزنتها، يعني كل حاجه انت خزنتها موجوده في المكان ده. يعني بص الجيت ويزر كيوبيت اهو متخزن في المكان ده زي ما انت شايف، ممكن تعيد استخدامه من مشاريع تانية. يعني لو انا رحت كده عملت اوبن ريسنت ودخلت فلنفترض على تيست بروجكت كده، تمام، دخلت في المكان ده فلنفترض، ورحت كده على برضو البيسز اكسبلورر ودخلت كده على الجيت ويزر كيوبيت هلاقيه لسه موجود زي ما هو. فدلوقتي بكل سهوله اقدر اعيد استخدام الويدجت دي حرفيا في ثواني، بدون بقى ما كل شويه اروح على البروجكت القديم واخد منه الويدجت واحطها في المكان ده. كل الطرق دي ممكن نعملها فعلا، لكن صراحه انا شايف الطريقه دي اسرع بكتير وابسط بكتير، الى جانب ان انت ممكن تعمل حاجات كتيره جدا في الكود اللي انت عملت له سيف، زي مثلا ان انا اعمل ديليت ليه، مثلا اعمل اديت، انسرت سنيبت، اعمل حاجات كتيره جدا، اغير اسم السنيبت لو انا حابب مثلا اغير الاسم يعني، او اشير الكود بتاعي من خلال لينك. لو انت عايز تبعت الكود ده لشخص تاني ممكن تعمله شير، بس طبعا لو ضغطت على شير هيطلب منك ان انت تعمل ساين ان الاول، فلازم تعمل ساين ان عشان تقدر تعمل شير. مثلا ممكن اعمل كونتينيو ويز جوجل كده واختار مثلا الايميل بتاعي، وبعد كده تعالى نعمل اكسبت. جميل جدا. دلوقتي بقى نقدر نعمل ايه؟ نقدر نعمل شير عادي جدا. يعني دلوقتي لو ضغطت على كلمة شير هنا هتلاقيه بيقول لك ان هو بيعمل كونكشن عادي جدا، وبعد كده تقدر تعمل شير للكود بتاعك. ثواني كده ونشوف الموضوع. فزي ما انت شايف عمل لي هنا اللينك اهو، بيقول لي كرييتد لينك، وكمان بالفعل هو حاطه في الكليب بورد. يعني انا بالفعل ممكن دلوقتي اروح احط هنا كنترول في كده على طول هلاقي اللينك بتاع الكود. يعني ممكن مثلا نروح كده في صفحة جديدة كده ونضغط انتر، فهنلاقي المفروض الكود بتاعنا موجود يعني في المكان ده. زي ما انت شايف هو بيعمل لودنج اهو وبيجيب لي الجيت ويزر كيوبيت. شايف انت الموضوع بسيط جدا. يعني انت دلوقتي حتى لو عايز تشير كود مع حد زميلك تقدر بكل سهولة تعمل شير للكود عادي جدا وبكل بساطة. فصراحة هي اكستنشن رائعة، يعني اقل ما يقال عنها ان هي ممتازة وفعلا بتفرق جدا في الشغل. يعني انا عايز اقولك بتفرق بشكل ملحوظ في ان انت تعيد استخدام الكود بتاعك بكل بساطة، تشير الكود مع حد تاني، كل حاجة حرفيا سريعة وسهلة الاستخدام. فصراحة يعني اكستنشن لطيفة جدا، حبيت اشاركها معاكم يعني. بس بكده نكون خلصنا الفيديو ده. ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب للشانل وتفعل زر الجرس، وطبعا تسيب كومنت، تعمل لايك. كل الحاجات دي طبعا بتساعدني ان انا انزل فيديوز اكتر، فما تنساش ان انت تعملها. وبكده يكون الفيديو ده انتهى، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامة.